حضرات السادة الضيوف اللي مشرفينا النهاردة، أهلا بكم في الهيئة العامة للاستعلامات اللي بيسرها إنها تستضيف مؤتمر لرئاسة الجمهورية، حيث سيلقي السيد الدكتور مصطفى حجازي مستشار السيد الرئيس للشؤون الاستراتيجية كلمة يعقبها فتح المجال للأسئلة والأجوبة من حضراتكم. أهلا بكم، مشرفينا وشكرا لحضوركم جميعا. فليتفضل دكتور مصطفى. مساء الخير جميعا. شكرا صلاح بيك على التقدمة. زي ما كان في المؤتمر اللي فات، احنا هيبقى في عندنا opening statement باللغتين الإنجليزية والعربية. صوت اوكي كده كويس. هيبقى في opening statement باللغتين العربية والإنجليزية، وبعدين هنفتح الفلور للأسئلة. هنبدأ الأول الأوبننج ستيتمنت بالإنجليزي ويليه العربي. I was just saying that we will start with two opening statements. One of them is in English, the other one will be in Arabic, and then we'll open floor for questions. I just want to get your attention to the nature of today's meeting, which is not a typical information release. سوف ألقي الضوء على ما يحدث الآن for the events that we've been living through over the past at least 3 months. التي تجري الآن في مصر. And for the sake of chronology, لأسباب تتعلق بالترتيب الزمني، فلنا في السابق مؤتمران رئاسيان. الأول كان في 24 من يوليو، والآخر كان في 17 من يوليو، ثم 17 من أغسطس. بالنسبة للمؤسسة الرئاسية لدينا هناك أيضا 7 بيانات لوزارة الدفاع، وكان هناك العديد من البيانات الخاصة برئاسة الجمهورية. أما بالنسبة لليوم، فنحن نحب التأكيد على الحقائق أن كل شيء سوف يكون مربوطا في هذا المؤتمر، والذي يعتمد على الروح المصرية والطموحات للثورة 25 يناير، والتي امتدت إلى 30 من يونيو، والتي تم تأكيدها في 23 من يوليو، وانتهت بالاستفتاءات التي تمت خلال يومي 14 و 15 الماضيين. بالنسبة لهذه الاستحقاقات التي كانت تستهدف القضاء على الفاشية الدينية، فنحن الآن والتي ظهرت في ملمح واضح لها خلال الفترة السابقة. المصريين كما كانوا دائما شعبا حرا يقدس الحريات وعلى إصرار كبير في القضاء على جميع الأيديولوجيات الدينية القائمة على الفاشية الدينية والقائمة على أرضيات وطنية. المصريون اليوم أكثر مما سبقوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، وأيضا الدخول في استحقاقات خارطة الطريق التي تبدأ بالدستور. فلهم طموحاتهم في الاستفتاء، والتي ظهرت كما شاهد العالم في شوارع القاهرة وفي غيرها، والتي كانت تفسر وتؤول على أنها تعبير عن الحرية ورغبة فيها. فهذه العملية التي تمر خلال مراحل موقوتة وفي إطار جدول زمني واضح، ونحن قمنا باستيفاء جميع هذه التوقيتات.
فقد قمنا بالانتهاء خلال هذا الشهر الماضي بتشكيل لجنة ال50 التي تضم جميع أطياف الشعب، والتي انتهت من عملها في 3 ديسمبر. ثم كنا هناك الإعلان عن الاستفتاء والخوض الاستفتاءات التي شاهدتموها من خلال الفيلم السابق. ما أقوله هو أن المصريين قد قاموا باستيفاء جميع التزاماتهم تجاه نيل حريتهم، ونحن الآن نتحدث عن الكرامة لكل كائن بشري، فإن هذه هي مسؤولية الدولة لحماية واحترام هذا الحق. يجب أن تروا المواد 51 و52 و54 التي تجرم التمييز، وبالطبع لقد أكد المصريون على قبولهم لهذا الدستور من خلال تواجدهم في الشوارع أمام لجان الاستفتاء بشكل لا يقبل نقاش. إن حرية الصحافة والنشر والتعبير ممنوحة ومضمونة، أيضا حرية التجمع وحرية التظاهر أيضا ممنوحة. ما أقوله هو أننا بكل وضوح فإن كل المصريين في الجزء الثالث والذي يتعلق بالحريات يؤكد تماما على أنه لا مجال في مصر الآن لأي تطرف أو فاشية أو فساد أو حكم ديني مبني على الدين. لقد تحدثنا سابقا في المؤتمر السابق في 17 أغسطس عن عدم الإقصاء، وقلنا أن الإدارة المصرية حريصة تماما وتعمل من أجل توفير فرص متاحة لجميع المواطنين الملتزمين بالقانون. لا يمكننا بالطبع أن نتضمن أشخاصا لا يلتزمون بالقانون، هذا يرجع إليهم. يجب أن يعلموا تماما أنهم بوجودهم داخل المجتمع ذلك يتطلب التزامهم بالقانون تماما، فبمجرد أن يكونوا متطرفين فهذا يعني أنهم يخرجون خارج السياق المصري تماما. لقد قلت في أيضا اجتماعنا السابق أننا متوحدون في ذلك اليوم أكثر مما سبق. أنا أؤكد الآن على هذه الحقيقة أن المصريين وعموم المصريين الآن بشكل لا يسبق ولا سابق له أنهم متلاحمون ومتوحدون ضد عدو مشترك للجميع ولصالح تحقيق هدف واحد لهم جميعا. إن أعمال التخريب والعنف والقتل والتفجير، وهي أفعال كلها يتم وصفها طبقا للقانون بأنها أعمال مجرمة. إن المجتمع المصري يحارب الإرهاب طبقا للقانون ويحارب جميع مصادر الفساد أيضا من خلال نفس القانون المؤكد من خلال الدستور. وكما قلت سابقا لن يوجد في مصر أي مجال أو فرصة للفساد أو الحكم الديني أو الثيوقراطي. ببساطة لا يوجد مجال لأي عداء أو لأي شكل من أشكال الحياة ما كانت قائمة قبل ثورة 25 من يناير. إن النموذج القائم في الماضي لن يتم تطبيقه في المستقبل. إن النموذج القائم في الماضي قبل 25 يناير لن يتم نسخه مرة أخرى إلى المستقبل. ببساطة نحن وبأي شكل من الأشكال سوف نفعل نموذجا جديدا للمستقبل يقوم على الحرية والعدالة والكرامة. وأخيرا سوف نستمر على هذا المنوال في المستقبل، وسوف نكون قادرين على مواجهة جميع التحديات. كما رأيتم كنا على قدر من الدقة كبيرة في عملنا طبقا للاستفتاء، وأيضا سوف
يفعل ذلك المصريون مرة أخرى مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في المستقبل. نحن مهتمون للغاية بالمشاركة الكبيرة لجميع المصريين وتضمين الجميع وعدم الإقصاء. نحن نتطلع إلى المزيد من تلك المشاركة. نحن نتطلع إلى تعزيز الديمقراطية ونرغب في تضمين جميع طوائف الشعب في هذه العملية، وعلى أن يكونوا هم راغبين في العمل ضمن طوائف هذا الشعب. ما أقوله أن جميع أعمال العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية سوف يتم معاقبتها وملاحقتها قضائيا وقانونيا. أحب أن أقول للشعب المصري وخاصة الشباب الذين كانوا في الشوارع في ثورة 25 من يناير وأكدوا ذلك في خروجهم إلى الشوارع في 30 من يونيو من أجل حريتهم والعدالة، سوف نحميكم. أقول لهم سوف نحميكم ضد الإرهاب وأعمال العنف والفساد، ولن نترك الفرصة للإرهاب والفساد السابق للعودة مرة أخرى. سوف نحارب التطرف والفساد والإرهاب في إطار من القانون، في إطار قانوني، وفي إطار تبني واحترام حقوق الإنسان كذلك. لا شك من أنه عبر الشهور القليلة الماضية كنا نرى ونعرف أين تقف مصر، وقد شاهد ولاحظ المصريين بأنفسهم من يقف مع قضيتهم ومن يقف ضدهم، وقد كان واضحا وعمليا أن مصر لن تكون ولم تكن دولة ضعيفة أو تابعة لدولة لها، بل هي دولة لها حريتها وسيادتها وتعمل على حماية مواطنيها، والشعب الآن يعرف من يقف معه ومن يقف ضده. على الحقائق الواقعة الآن تعطي الفرصة للمجتمع الدولي لتغيير موقفهم ولإعادة تقييمهم للموقف المصري. ونحن لازلنا نعرف في مصر أن العالم يشاهد بالمزيد من القلق. نحن أيضا نشاهد ونراقب الوضع بمنتهى الاهتمام للأوضاع التي قد تبدو صراعا واضحا ضد الدولة المصرية والأمن القومي المصري. نحن نراقب ذلك عن كثب، وسوف نتخذ الإجراءات في التوقيتات المناسبة وبالشكل المناسب. أخيرا، نحن ملتزمون أمام الشعب المصري بحمايته والعمل على الاستيفاء وعودنا وتحقيقها والدخول وتخطي المرحلة الانتقالية وبناء أمة على أساس من العدل وتحقيق، ومع العلم بأن الآمال العظيمة تتحقق بجهد عظيم مماثل. إن العمل ليس رفاهية، وكما أن الفشل ليس اختيارا يمكننا كسبه. هنتجه إلى نفس الكلمة الافتتاحية بالعربي وننتقل